تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في مواصلتنا لمشوار كأس افريقيا للاعبين المحليين الشان المنظم من 3 بلدان تنزانيا اوغندا وكينيا. هي رحلة أسود الأطلس في الأدغال الإفريقية بين 3 بلدان، تقريبا شهر من التواجد في هذه البطولة بالنسبة للمغاربة. بدأوها بمعسكر أسبوع قبل بداية البطولة في نيروبي، ابتداء من مباريات دوري المجموعات وصولا إلى ربع النهائي في دار السلام. الآن مباراة النصف النهائي في أوغندا في العاصمة كومبالا. المنتخب اللي فعلا تنقل بين 3 بلدان، بين نيروبي ودار السلام، وهنا في كامبالا في استاد مانديلا في العاصمة الأوغندية. هنا رهان آخر، هنا تحدي آخر، هنا مباراة أخرى منتظرة بطولية لرفقاء محمد ربيع حريمات من أجل تعبيد الطريق إلى المباراة الختامية والبحث عن لقب والوصول إلى المشهد الختامي. الكرة ناحية مشخشخ يلعبها في الدار، انطلق ميري لكن بعيدة على يوسف، تخرج بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. مشخشخ عجبني في المباراة الماضية الطريقة كيف يخرج بالكرة، طريقة كيف يبدأ في البناء مع المبادرة مغربية وتكون فيها السيطرة مغربية ويكون فيها الضغط مغربي. برافو ميري، يلعبها للمليوي، المليوي اللي صابر، رجعت لميري، ماذا سيفعل؟ ميري يراوغ العرضية، الدفاع يتدخل انتهاء ممتاز في عملية المساندة، اخطف الكرة، هيئة لا وجود لوضعية التسلل. المليوي يترك لي بالعمري، يصرع بالعمري، يمر بالعمري أم لا في نهاية المطاف التمات القصيرة. وأنا على يقين بأن المنتخب المغربي كإمكانيات كجودة للاعبين الكرات القصيرة ستكون مهمة جدا. الكرات القصيرة سريعة يوم يأكدها المهدي المشخشخ لاعب فريق الرجاء الرياضي. الكرة البينية، يخرج حارس المرمى، بعد ذلك ديوف. هنا نقدر مجهود السنغال، ولكن في مباريات خروج المغلوب توقع جميع السيناريوهات. هذه كرة ميري والساند والحكم يقول فيها خطأ. نعم، هنا مخالفة تأتي، المخالفة تأتي مشاهدينا الكرام. وبالتالي ضربة قالي تلعب هذه الضربة الحرة بعيدة تماما عن مرمى الحارس المادي الحرار. هذه الإعادة مرة اللمسة على مشارف في منطقة الجزاء، يحاول التقدم أكثر اللاعب سيسي على جهته اليمنى والركنية. نعم، 0 مقابل 0 في نصف النهائي الثاني لبطولة الشان في النسخة الثامنة. ستلعب هذه الركنية عن طريق اللاعب لايوس، ترفع هذه الكرة والهدف الأول. الهدف الأول لفائدة المنتخب السنغالي عن طريق اللاعب لايوس في نهاية المطاف. لايوس يفاجئ الكل، لايوس في الربع الساعة الأولى بضربة رأسية على يمين حارس المرمى المادي الأحرار. سنتابع الإعادة، من ارتقى مع لايوس؟ هل لايوس كان وحده؟ عموما لايوس الطائر الأيسر ينجح في افتتاح باب التسجيل. أنا قلت بأن السنغاليين قوتهم في طول القامات في الكرات العالية، وهذا ما حصل مع اللاعب لايوس. سنتابع الإعادة ماذا حصل بالضبط. هذه عينكم على لايوس هنا في الارتقاء وسط المدافعين. شوف لايوس هنا يا بابا، أنت كنت تراقب لايوس يا بابا، أنت كنت تراقب هنا، تخلص من بابا وكان خلف. لمسة بعد ذلك ممتازة بالكعب في اتجاه ميري، ولا خاصة ميري على الطرف الأيمن. هنا استلام الربيع في لمسة يد، نعم لمسة يد والضربة حرة جانبية. كما بدأ الأمور تكون صعبة ولكن ليست مستحيلة. ترفع هذه الكرة رأسية، بعد ذلك لا زالت هنا الهجمة قائمة والفرصة لربيع. حط ربيع مرور من الطرف الأيسر، لمسة وتحضير على مشارف منطقة جزاء وانتوراي. وفقدنا التوازن، يبقى التوازن، لا زالت مغربية. بداية الرد ممكن الآن، البينية ممتازة، اضرب جول.
عالمي يا صابر يا ابو جرين، عالمي يا صابر، عالمي يا ولد، حطها في الشباك، جابها في الشباك. العودة مغربية، الرد فعل المغربي سريع. يا طارق يا سكتيوي، هات الصورة، هات اللقطة، شوف لمتعة العين لمسة صابر، لمسة العالمي صابر، لقطة عالمية كيف لا وهو يلعب للعالمي. صابر في لقطة عالمية، صابر في تسديدة من الطراز العالي، هكذا على الطاير، هكذا على الطاير، حتى في الشباك. وجيب يا ضيوف، جيب عندك في الشباك يا ضيوف. يمنى يعني توقع اي لاعب لا يتواجد في مركزه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنا الكرة على الطرف الايسر، ولكن بعد ذلك الحكم يقول هناك ماذا؟ هل فيها وضعية تناغم باش وحريمات في الوسط على مستوى التوازن. هذه الكرة للأمام، بولكسوت في الكنترول، يا سلام، يلعب لميري لكن بعيدة. الحكم يقول فيها خطأ. نعم كان في تدخل في حق بولكسوت. على فكرة هذا الترتيب يساعدنا على مستوى التناغم والانسجام. ما تشوف انس باش مع ربيع حريمات، ثنائي الجيش الملكي في الوسط. ثانيه بالعمري، تعطينا هذا الثانيه بالعمري الان، بالعمري يرفع الكره الراسيه السنغاليه. مروان في صراع دفاعي يتكلف بالمهمه، لا زالت مغربيه. جدار سنغالي، جدار ابيض سنغالي، ولكن الاصرار اكبر من اللاعب غريبه في هذه اللحظات. 29 دقيقه، 1-1 بين الطرفين. كما قلت معنويا الشيء الجميل ضاير ايمن، وبعد ذلك اصبح لاعب ارتكاز. كره على الطرف الايسر البينيه في اتجاه اسامه المليوي. وبعد قلت عنك في المباراه الماضيه، صحيح انت عمرك 29 سنه، نحن نتابع هذه الكره، هذه العرضيه. ميري يعطي باس، ميري ناقصه يا ميري بالعوده للمليوي. لاعب مميز وهو يطرق ابواب المنتخب الوطني الاول. صحيح عمره 29 سنه، لكن لا يجب ان يلتفت الى عكوز كحس الهداف القناص، لاعب اللي ممكن يعطي اكثر في السنوات القادمه. بينما الكره العرضيه والدفاع يتدخل في نهايه المطاف. انا ضد البعض لما يقول لك لا لاعب 29 سنه 30 سنه انتهى، لا، مميزه في الكونفدراليه الافريقيه. ممتاز، الله عليك يا مشخشخ، الله عليك يا مشخشخ. في الوسط هذا هو لاعب غوميس يلعب عليه كواتي بالوبا. هنا عملية المرور، لكن التغطية المراقبة من شهر سبتمبر المغرب النيجر، لأن الأنظار كلها ستكون متجهة لهذا الملعب الكبير. بينما انطلاقة ميري لكن بعيدة، تنظيم وترتيبات جارية. بينما الكرة العرضية المليوي من أجل إنجاح هذه المباراة، الكرة العرضية، وهنا تأتي الصافرة مشاهد بالعمري في استلام الكرة، نقلة على الطرف الأيسر الأمامية ممتازة. أنس باش نسال، أنس حاول يبحث عن، فهو سيكون رسمي إن شاء الله، يكون رسمي لأنه إضافة كبيرة لفريق الرجاء الرياضي. هذه الكرة على الطرف الأيسر العرضية، ميري اضرب يا ميري، اضرب مرة، الكرة جول. ضيوف يتصدى بعد ذلك. فرصة الهدف الثاني، باش هو من سدد، باش أنس هو من سدد الكرة الماضية هذه الإعادة. ميري كان عنده وضعية هنا ليمرر أكثر ما يسدد. برافو ميري، الإيثار من ميري صراحة، لأن ميري لم يطمع في الكرة، ما طمعش في الكرة بهذه العبارة. كان ممكن المباراة هي الأول 1-1 بين الطرفين. الكرة السنغالية، الله يا الأحرار، الله يا الأحرار، المهدي الأحرار. لن أقول على طريقة فلان أو فلان، ولكن الأحرار بالكاريزما، الأحرار بهذه الشخصية. وطبعا ما أحوج الرجاء لحراس من قيمة الأحرار، والرجاء ديما كان عنده حراس كبار أناس، ولكن شخصيا أنا أقول بأنه كان قديم. بينما الكرة الركنية نفس الإشكال، على فكرة نفس الإشكال. الحمد لله هذه مرت سلامات، الحمد لله هذه مرت سلامات. الركنية الآن لعناصر فريق ومنتخب السنغالي. الدقيقة الأخيرة، معاناتنا كبيرة في الكرة، 1-1 بين الطرفين. الكرة تلعب الجانبية بسرعة، يوسف ميري والكرة تخرج إلى تواجد. كذلك ستلعب هذه الركنية مرفوعة على القائمة الثانية الرأسية، بعد ذلك الإبعاد من الدفاع.
في المساندات. هذا هو بوركسوت، محمد بوركسوت يدخل الآن يلعبها البيلية. ممتازة الفكرة من بابا، ممتازة الفكرة من بابا. وفي هذه اللحظات تحريمات خلال 45 دقيقة الثانية، طبعا تفادي الكرات الثابتة هذا هو المهم. أخرى الآن في الانطلاق ربيع يلعب الكرة، واضح من المنتخب السنغال يعتمد على دفاع خطي متقدم. العرضية من بابا ترجع له الكرة مرة أخرى بلمسة واحدة يعطيها لصابر بوغرين، ولكن سوء تفاهم بالكرة بشكل ممتاز. صابر ممتاز المراوغة يفتح المجال. هذه فرصتنا الآن، امشي يا بوركسوت. العرضية بوركسوت المليوي بنفس الطريقة. المليوي دائما في تمركزه هنا يمشي دائما للقائمة الأول، وهذا ما فعله سامر المليوي في القائمة الأول. على السباقية والأسرع كان ومدافع التيرانجا هنا في نهاية المطاف. يا سلام صابر، شوف النظرة، شوف اللمحة، شوف الشوفة لصابر بوغرين يعطيها بسرعة لبوركسوت. العرض رابية وسط الميدان، الانطلاقة من كواتي. طبعا كواتي مع سيس الذي دخل مع بداية الشوط الثاني. ونبقى مع المنتخب السنغالي الآن، والخطأ الذي يبحث عنه السنغاليين، الخطأ والضربة الحرة التي يبحث عنها المنتخب السنغالي. هذه المرة قريبا من مرماك المهدي الأحرار. الخطأ وقع فيه مروان الوادني. طبعا لأنه إن شاء الله تمر بسلام. هنا الإشارة تأتي والضربة تأتي، الكرة ممتاز التغطية من ميري. يحر الجانبي، لازم الرقابة رجل لرجل. هذه الراسية ربيع، برافو ربيع بالراس. لا تبقى السنغالية، ما فيهاش. هنا يطالبون بلمسة يد، يطالبون بضربة جزاء، والحكم الجنوبي افريقي يقول يلعب. حكم الجنوبي افريقي يقول يلعب. الرمية الجانبية نعم، متأكد الحكم انه ما فيهاش. الحكم اشارته واضحة، ما فيهاش ركلة جزاء، والسنغاليين يضغطون على الجنوب الافريقي. يا اخي قال لك العب بسرعة، قال لك العب. غير الايمن يستعد لتنفيذ الرمية الجانبية، يلعب التماس على القائم الاول. حذاري من هذه الكرة بالراس، طلع في نهاية المطاف. طريقة تنفيذ التماس كانوا ينفذ ركنية، لذلك هنا خطأ فادح. والأحرار بطاقة حمراء. مروان الوادني عندنا مشكل كبير. مروان الوادني اصلا كان عندك بطاقة صفراء، ولكن هو خرج الحمراء مباشرة. ضربة حرة في هذه الأثناء في خطأ فادح على مستوى محور الدفاع. تقريبا خدا دقيقة ونصف، الآن قربنا لدقيقتين وبادئ عليه التردد. على فكرة لما الحكم يكون متردد معناه أنه غير متأكد من القرار، هو خذ القرار أم لا. واضح حتى من طريقة كلامه ونظرته للشاشة تحس بأنه متردد. عموما في نهاية المطاف ماذا سيقرر؟ ورجع مرة أخرى. إذا نشيك على اللقطة الآن، خذ القرار. الآن ماذا سيقول؟ الآن ماذا سيقرر؟ الآن ما هو قرارك يا الجنوب افريقي؟ إذا في نهاية المطاف يعلن عن ماذا؟ الآن يلغي البطاقة الحمراء ويخرج ماذا؟ هنا بطاقة صفراء الوادني. هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية الصفراء، هنا نال البطاقة الصفراء. تلعب الضربة الحرة. الله يا الأحرار، تصدي الكبار يا الأحرار، فعلا تصدي الكبار يا الأحرار. شوف هنا يطير الأحرار ويتصدى لكرة كانت صعبة، كانت رايحة للزاوية 90. عندما الميدان بإلغاء البطاقة الحمراء. إذا تلعب هذه الركنية المتابعة من جاليا الآن. السنغاليين مسيطرين على الكرة الآن، مسيطرين على المباراة الآن البينية، لكن بعيدة تماما. خيري لاعب فريق النهضة البركانية، تلعب هذه الركنية المهدي الأحرار. شوف حتى الوادني بطول قامتهم متفوقين عليه اللاعبين السنغاليين. سلامات مروان، سلامات وران.
سلامات في الكرات العاليه هنا يعني امام اللاعبين. بولكسوت والاستعداد للتنفيذ، مرفوعه داخل منطقه الجزاء الراسيه. ميري كان قريب من الهدف الثاني. يوسف ميري كان قريب من الهدف الثاني، والرد ياتي من ديوف كما فعل المادي الاحرار. ها هو ديوف الان يتصدى لكره اللاعب يوسف ميري الى الركنيه. هذه اخطر كره والفرصه الوحيده للمنتخب المغربي في هذا الشوط. الفرصة الوحيدة للمنتخب المغربي في هذه الجولة إصابة الحارس مالك ديوف. هذه الإعادة مجددا، كانت رايحة للشباك، كانت رايحة للشباك هذه الكرة، وديوف يتصدى في نهاية المطاف والركنية اللي فسندبر الدقائق المتبقية لأن الوقت يمضي. الآن دخلنا للمراحل الحاسمة في المباراة. الاستلام راية المليوي الآن في وضعية التسديد، غطوا عليه حافظ على الكرة، ضاغطين على الرحولي. بالعمري ممتازة يا بالعمري، يمشي يا ميري، يمشي يا ميري، أسرع يا ميري يدخل، ميري واحد ضد واحد، يمرر الكرة، صابر يا صابر اضرب جول. كيف ضاعت هذه الفرصة، كيف ضاعت هذه الفرصة يا أيوب يا خيري. هذه كرة جول لا تضيع يا أيوب، هذه كرة الثاني لا تضيع يا أيوب. شوف الإعادة ما فيهاش تسلل، ما فيهاش تسلل، تمريرة ذكية من بالعمري، يمشي ميري بعد ذلك يحط الكرة، صابر في وضعية هنا ممتازة. أيوب خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري، كيف ضاعت هذه الكرة. أنا كنت أعتقد بأنها في الشباك يا خيري، كنت أعتقد بأنها في الشباك يا أيوب. يصعد يساند، وصلت الكرة لميري، بعد ذلك بولكسوت وصابر، ميري يدخل، ميري العرضية، لا زالت مغربية. بالعمري يصعد الآن، بالعمري العرضية، الكروس، بعد ذلك الدفاع متكتين بشكل واضح. زالت هنا ربيع حريمات، فرصة أخرى تضيع بعد الثنائية رائعة بين صابر بوغرين وكذلك يوسف ميري. لاحظتم بأن يوسف ميري ممتاز بعض الأحيان يعطيك انطباع بأنه بدنيا متأتقة. مرة أخرى مغربية عن طريق صابر مررها ممتازة. بالعمري العرضية، صابر من جديد، صابر في منطقة الجزاء، يرفع الكرة، ميري في الانتظار. هناك بولكسوت على أوبة الاستعداد، بولكسوت يمر، بولكسوت يدخل، بولكسوت يراوغ، بولكسوت يفقد التوازن في نهاية المطاف. توقع لعبة قصيرة، الطير الأيمن حذر من العرضية. الأحرار يخرج، يا الأحرار مرت سلامات يا المهدي، مرت سلامات. اللقطة الماضية الرأسية كانت من صار، البديل من أول لمسة كاد يسجل، شوف الإعادة، العرضيات في منتهى الخطورة. الأحرار هنا تقدير، وهذه المرة لم يكن جيد، وصار براسية، مرت بعد ذلك سلامات جانبية إلى ضربة مرمى. ما أخطأنا في المنتصف لأمامية البحث عن صار. هنا النقل ناحية إنسا البديل يحاول أن يمر، يغطي عليه بالعمري، ينسوا بالعمري بعيدة تماما، غطى عليه من جديد. هجمة هنا وهجمة هناك، والريتم يصعد الآن، والكرة للمنتخب المغربي. يمشي ربيع، ينطلق الرحولي الآن، الرحولي واحد ضد واحد، الرحولي ينسل، الرحولي العرضية ركنية. هل لمس الحارس ديوف؟ هل فيها ركنية لفائدة المنتخب المغربي أم ضربة مرمى؟ واحدة من السلالات الجميلة جدا للرحولي من الجهة اليسرى. هنا كيف دخل، كيف هي الكرة، لكن في حذر شديد من تلقي هدف قاتل. صابر بوغرين، امشي يا مليوي. التدخل في آخر لحظة، الكرة فيها تماس. هذه كانت فرصة كبيرة بالمناسبة لتسجيل وقتل إمكانيات تلعب، وبالعمري في التنفيذ، والعرضية في القائمة الثاني بالراس. مروان يرتكب خطأ، مروان بعقل. يا بالعمري ما يمرش، يا بالعمري خطيرة هذه في نهاية المطاف. أناس يراقب السنغاليين خطيرين. سحلان الطريق بالعمري ماذا يفعل؟ هنا تمشي للرحولي، داخل منطقة الجزاء. صابر صعود الوادني أيضا حاضر داخل منطقة الجزاء، مرفوع الكرة،
مرة جانبية غير معقول. هذه الكرة تكون صعبة على الحراس، هذه الكرة تكون صعبة على الحراس، تكون مقوصة. ربيع حريمات لم يلمسها. ربيع حريمات يا حريمات. هنا ربيع انطلق في هذه الجولة. هنا الانطلاقة 1 ضد 1 ممتازة السرعة. هنا الدخول ولكن غطوا على من الجهة اليسرى. راقب وضعك ما تخليش يسدد يا باش، ما تخليش يسدد يا باش يا مروان يا الوادني. برافو مرفوعة. سنتابع بالعمري مقوص الكرة كانت رايحة للشباك وتسديدة. يا للحظ الكرة ما بغاتناش في هذه اللقطة. الكرة ما بغاتناش في هذه اللقطة. هذه الإعادة والكرة الأولى والكرة الثانية لمسها مروان الوادني إلى ضربة مرمى. شوف الإعادة تصير هذه الكرة. خيري بعد ذلك اللمسة ناحية بالعمري العرضية لا زالت مغربية. ميري وقف. ميري ماذا تنتظر يا بولكسوت يتفرج فيه مع ميري يلعب الكرة في وسط الميدان البينية للرحولي. يمشي يا ميري ماذا تنتظر؟ تتجاوز الخط. هذه هجمة مغربية. تمريرة بولكسوت يعيد مجددا. العرضية يا مفيد. العرضية المليوي. تحرك يا المليوي. أسرع يا المليوي. لعب الضربة الحرة بسرعة لعناصر المنتخب المغربي. عندك الرحولي في الجهة اليسرى والتسديدة بعيدة. طمع فيها بولكسوت. كان عنده المجال يمرر في العمق أو في الجهة اليسرى عند اللاعب. نعم ربيع حريمات يأخذ وضعية التسديد. ربيع حريمات إشارته. ربيع حريمات يتقدم. ربيع يسجل. برافو ربيع. اختيار موفق على يسار حارس المرمى. إذن 1-0 تقدم للمنتخب المغربي. الآن يطلق الإشارة. ندياي والأحرار. تضرب في العارضة. الكرة تضرب في العارضة. نعم هنا الحظ وقف بجانبك يا المادية الأحرار. الكرة الأولى السنغالية الضائعة مشاهدينا الكرام بهذه المليوي. يتقدم أسامة يسجل. برافو أسامة بتركيز عالي جدا. يفعل كيف لا الهداف اللاعب المميز لفريق النهضة البركانية يفعل. يسجل ثاني الأهداف. يلا يا الأحرار. يلا واثق فيك يا الأحرار. واثق فيك إن شاء الله يا الأحرار. إذن الركلة الثانية في هذه اللحظات سيس. حكام يعطي إشارة التنفيذ. يلا يا الأحرار. هذه في الشباك. ضيوف إذن خيري يستعد للتنفيذ. خيري وضيوف. خيري يتقدم. خيري سجل. نعم يسجل. برافو. واثقين فيك يا الأحرار في هذه. سيس يأخذ وضعية التسديد الآن. سيس والأحرار. سيس يتقدم. والأحرار. كرة في الشباك. حط عالية. أنس باش الآن يستعد للتنفيذ. أنس يتقدم. أنس يسجل بقوة. أنس يسجل ركلة رابعة ناجحة للمنتخب المغربي. يلا با يطلق الإشارة. با يتقدم الآن باليسرى. الأحرار يترقب. الأحرار ينتظر. با يمشي الآن. يضع في الشباك. ميري من سيتقدم لتنفيذ هذه الركلة مشاهدينا الكرام. يوسف ميري الآن. وانتهى كل شيء مشاهدينا الكرام. المنتخب المغربي يتأهل رسميا للمشهد الختامي للمباراة النهائية بعد لقاء ماراثوني ولقاء